بنقرة واحدة على حاسوبك الشخصي وفي أي مكان كنت يمكنك تشغيل المحرك، تغيير واستعمال المعطيات التي قد تحتاجها في أشغالك التطبيقية. القاعة التي تضم هذه الآليات مجهزة بكاميرات تمكنك من مشاهدة كل التجارب التي تقوم بها بشكل مباشر بالصورة والإحصائيات. الفوق بين شويه. هذا المختبر شنو كيوفر؟ كيوفر الامكانيه ديال التحكم بهذه الاجهزه عبر الانترنت، وبالتالي كيدير واحد الجدوله من المنزل ديالو، من ان سيبر كافي منين ما بغى، يمكن له يختار السبت، يمكن له يختار الحد، يمكن له يختار لي جور فيريا، يختار اي وقت. بالتالي ما بقيناش مقيدين بالمده الزمنيه اللي هي محصوره في الايام الدراسيه. طلبة الكلية المتعددة التخصصات بخريبكا خضعوا لدورة تدريبية في كيفية استعمال هذا النظام الجديد الذي سيخفف لا محالة من الضغط الذي تعرفه حصص الأشغال التطبيقية. نعاني من ضعف آلية الأشغال التطبيقية. هذا المختبر سيمكننا من إجراء التجارب في الوقت الذي نريد ودون حاجة لانتظار ساعات الدراسة. بفضل هذا المشروع عندنا دي ماشين، عندنا دي زوتومات، عندنا دي برودوي ديال شركات عالميه نقدروا نخدموا بهم ونديروا لي تيست ديالنا. المختبر عن بعد مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يصل 13 مليون درهم. المعدات والتجهيزات اللي جهزنا بها هذا المختبر من طرف هذا المشروع هذا اللي ممول من طرف الاتحاد الاوروبي، يعني ترشيد المعدات ديالو يمكن يستعملوه حتى طلبه ديال المؤسسات جامعيه اخرى، بالاضافه ديال طلبه ديال الكليه المتعدده التخصصات، بالاحرى يمكن يستعملوه حتى طلبه من من مؤسسات جامعيه بالمغرب. بموازاة مع هذا فقد اعتمدت الجامعه مختبرا للبحث التنموي في هذا الميدان حتى نتمكن من مسايرة هذه الابتكارات والأشغال العالمية في هذا الموضوع. المختبر سيفتح آفاقا جديدة للموظفين الذين يرغبون في اجتياز دورات للتكوين المستمر، لكنهم يجدون صعوبات في توفير الوقت لحصص الأشغال التطبيقية.